الاتفاقيه. لان النادي الاهلي النهارده قال لك اعلني عن مديونات الانديه لدى اتحاد الكوره، وقول لي ايه جدول تسويه المديونات المستحقه دي، طالما في مبدا تكافؤ فرص وتحقيق العداله بين الانديه، لان الموسم هيبدا يوم الجمعه، فلازم اتحاد الكوره يكون سداد المديونات المستحقه للاتحاد وفقا لمعايير واحده. يعني ايه؟ المبالغ المسدده او المؤجله متساويه لكل الانديه. الاهلي قال لك يا سيدي طبق لي مبدا اللعب المالي النظيف، ما تسويش في منح التراخيص بين اللي بيلتزم بسداد ديونه وبين اللي بيتعثر، وهذا كلام منطقي. انا معاك يا كابتن شوبير في اللي انت بتقوله بصراحه، معاك، بس تعالى بقى اديك بس يعني 3 حاجات صغيرين. انت جاي وصلت بيك البجاحه او وصلت بيكوا البجاحه انك تقول على الزمالك او عاوز تعرف مديونيه الزمالك او مديونيه الانديه، بس انت عايز تعرف مديونيه الزمالك والحوار ده كله عشان الزمالك. طب احنا معاك بقى نفتح كمان عقود اللعيبه اللي متسجله بحاجه وهي بتاخد حاجه تانية. يعني انت بتعيب على الزمالك ان هو بيسجل عقوده صح فعليه مديونيه فبيدي حق الدوله، في حال انت واكل حق الدوله عادي، فمش مشكله يعني، مش مستخبي، لا عندك الحاجه التانية يا كابتن شوبير. تقدر تقول لي مصطفى البدري واللعيب التاني ده اللي هو ياسر محمد راحوا بتروجيت ليه؟ ما تقول لنا بقى، قول لنا الاتفاقات اللي كانت بتتم اللي انتوا كنتوا عايزين كمان. محمد حمدان بس رفضت بتروجيت عشان كانت قايله للزمالك ان احنا متمسكين بالله، فلو احنا بعناه لكم دلوقتي مش هينفع، فقلت لهم خلاص وقفوا الصفقه وهنديكم الصفقتين دول. ما قلتش ليه الكلام ده؟ هو ده لعب مالي نظيف؟ طب تعالى حاجه ثالثه، بالنسبه للعيبه اللي انت بتديها للانديه وبتكون رواتبها كبيره فالنادي ما بيقدرش يدفع، فبتقول له لا خده عندك وهدفع لك نص راتبه او 3/4 راتبه. وعندك في الكلام ده القندوسي، وعندك دلوقتي رضا سليم اللي بتحاول تطلعه، وعندك كذا لعيب راح بالطريقه دي. مش ده لعب مالي نظيف ان انت بتطلع لعيب من عندك بتدفع راتبه وهو بيلعب في نادي منافس المفروض على الدوري معاك؟ كل ده مش لعب مالي نظيف؟ كل ده مش عاجبك؟ كل ده عدى من تحت ايدك وبصيت على المديونيه اللي هي بتتسوى واللي هي ماشيه في العالم كله عادي انك تسوي مديونيه، ودي حق اصيل لاتحاد الكوره مش ليك. واتحاد الكوره امبارح قال لك لو انت عايز ده يبقى تورينا بقى العقود بتاعتك. وصلتوا بيكوا البجاحه لحد هنا؟